بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. حسين حجازي أبو الكرة المصرية ولاعب النادي الأهلي والسكة الحديد والزمالك. حسين حجازي من مواليد 14/9/1891، وتوفاه الله في 8/3/1961. يعتبر دور حسين حجازي ليس كلاعب فقط، لكنه كان ساهم في انتشار لعبة كرة القدم، وكان له دور فعال في تأسيس اتحاد كرة القدم المصري سنة 1921، وأصبح عضو مجلس إدارة في الاتحاد المصري. ويعتبر أول لاعب مصري أهلاوي ينتقل من الأهلي للزمالك، وأول لاعب مصري احترف في أوروبا. ولعب حسين حجازي لفريق دولتشي هاملت الإنجليزي، وفي نفس العام انتقل لنادي فولهام، ثم عاد إلى نادي يوليتشي هاملت، ولعب له أكثر من موسم، وعاد إلى مصر بسبب الحرب العالمية الثانية. لعب السكة الحديد المصري، ثم لعب للنادي الأهلي، ثم انتقل بعد ذلك لعب للنادي الأهلي 8 سنوات أو 8 أعوام. وفي هنا قصة شهيرة سنحكيها بعد كده. على أساس انتقل إلى نادي الزمالك، ثم عاد الأهلي مرة أخرى، ولعب مع الأهلي موسمين، ثم عاد إلى الزمالك واعتزل بقميص الزمالك سنة 1931. حصل حسين حجازي مع الأهلي 7 بطولات، ومع الزمالك تقريبا 4 بطولات. وكان سبب انتقال حسين حجازي إلى الزمالك إن كانت هناك مباراة بين النادي الأهلي المصري والترسانة في نهائي كأس السلطان، وخسر الأهلي النهائي، ورفض حسين حجازي الصعود إلى منصة الإسلام بداية المركز الثاني هو والفريق. لما كان إلى النادي الأهلي، مجلس إدارة النادي الأهلي اجتمع وقرر إيقاف اللاعب 3 أشهر وإنذار لباقي الفريق، على أساس إن حسين حجازي اللي أجبر هذا الفريق على عدم الصعود. ولكن وقتها اللي صعد المنصة لاستلام ميداليات الفريق ككل كان الكابتن زكي عثمان، وكان هما اتنين صعدوا للمنصة لاستلام الميداليات